السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد المفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه اول ستيت موبايل. التطبيق ده مساحته 29 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق امريكي موجود في الولايات المتحده الامريكيه. تقدر من خلال التطبيق ده ليه عده فوائد. اول حاجه، بيقدر يعرفك محطات البنزين القريبه منك واسعار الوقود وارخص محطات بنزين بالنسبه لاسعار البنزين واسعار الغاز الطبيعي. كمان بيقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو عايز تروح اي مشوار بيقدر يعرفك الطرق اللي انت تروح بيها المشوار، ويقدر يعرفك السواقه القياده الامنه للسياره علشان تتفادى الحوادث وتتفادى السرعات الزائده، ويديك نصايح على الطريق. كمان على التطبيق بيخليك ان انت تتواصل مع النجدة في حالة ان انت حصل لك اي مشكلة على الطريق ومحتاج حد يصلح لك العربية، حد يقطر لك العربية عملت حادثة بيك، العربية حصل فيها اي مشكلة، بتقدر انت تتواصل. كمان بيقدر من خلال التطبيق ده ان انت تحتفظ ببطاقة الهوية بتاعتك، الهوية الرقمية ورخصة القيادة وبطاقة التأمين الصحي الخاصة بيك. كل ده بتقدر تحتفظ بيه على التطبيق ده. كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية، طبعا لانه موجود في الولايات المتحدة الامريكية. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق. في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو حد شاهد الفيديو بعد نزوله في فتره طويله 10 شهور، سنه، اكتر من سنه، وحمل التطبيق ولقى فيه ميزه او عيب، يكتب التعليق بتاعه كمساعده منه لاي شخص تاني حب يشاهد الفيديو وحب يحمل التطبيق. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الإيجابية أو السلبية، علشان لو أي حد دخل على التطبيق يعرف إن التطبيق حصل فيه تحديث وبقى أفضل أو بقى مش كويس. عشان في بعض الناس بلاقيها كاتبالي تعليقات في الفيديو، فيديوهات قديمة، بيقول لي احنا حملنا التطبيق ولقينا فيها حاجات مختلفة عن اللي انت قلتها سواء ايجابية او سلبية. ده لان انت حملت الفيديو بعد نزوله فترة طويلة، فالتطبيق في الفترة دي بينزله التحديثات بتاعته العادية، اللي هو بينزله تحديث كل يومين، كل اسبوع، كل شهر. فخلال العشر شهور او السنة ممكن تلاقي التطبيق كل اللي فيه اتغير. عشان كده دايما بننوه ان الناس اللي تحمل التطبيق او تشاهد الفيديو بعد نزوله فترة طويلة ويحملوا التطبيق ولقوا فيه حاجة مختلفة يكتبوها كمساعدة منهم. اما لو انت لقيت الفيديو موجود بقاله فترة طويلة على القناة وخايف ان انت تحمل التطبيق، ممكن تكتب لي في رسائل في الكومنت بتاع اي فيديو تقول لي اشرح لي التطبيق ده مرة كمان، او تراسلني على الفيس او على الماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج، وانا انزل لك شرح لاي تطبيق انت عايزه، مميزات، عيوب، ازاي بيشتغل، ازاي بتشترك، ازاي بتلغي الاشتراك، ايه فايدة التطبيق، كل حاجة عن التطبيق هنزلها لك في فيديو مبسط وسريع. وشكرا، سلام عليكم.